فخم جدا كان في بنت اسمها ندى، وكان عندها 18 سنة. ندى كان لبسها بسيط قوي، وكانت طيبة ورقيقة، وفي نفس الوقت شخصيتها ضعيفة. كانت عايشة مع جدتها بعد ما والدها ووالدتها توفوا في حادثة، وفي نفس العمارة كان عمها وعمتها موجودين. ندى كانت واقفة في المطبخ بتغسل المواعين ومتوترة جدا. كان واضح على ملامحها الخوف. ده كان اليوم اللي هيظهر فيه نتيجة الثانوية العامة. عملت كل اللي تقدر عليه علشان تجيب مجموع كويس، وفجأة وهي واقفة كوباية وقعت من ايديها اتكسرت. حاولت تلم الازاز بسرعة قبل ما جدتها تدخل عليها، لكن جدتها سمعت ودخلت، وكانت متعصبة قوي. كان اسمها راوية، في الستينيات من عمرها. انت يا بت، ايه اللي وقع على الارض ده؟ انا اسفة يا تيتا، غصب عني والله الكوباية وقعت من ايدي. راوية قربت منها ومسكتها من هدومها وفضلت تزعق لها وتقرص فيها. انا مش عارفة اعمل ايه في ايديك السايبة دي. انت يا بنت مش ناوية تلم نفسك؟ الشهر اللي فات وقعت طبق وكسرتيه. هو انا قاعدالك على تل فلوس؟ كل شوية تكسري حاجة واضطر اشتري غيرها. مش كفاية ان انت قاعدالنا هنا من يوم ما ابوك وامك ماتوا؟ معلش يا تيتا انا اسفة، انا بس متوترة والله علشان النتيجة. نتيجة ايه يا بنت؟ هو انت فاكرة نفسك هتجيبي مجموع؟ ده لو حتى دخلت كلية اكيد هتطلعي منها، في الاول وفي الاخر هتقعدي في البيت ومش هيبقى لك فايدة. ندى فضلت ساكتة وما كانتش عارفة ترد. جدتها دايما كانت بتزعق لها وتقلل منها. وفجأة تليفون البيت رن. روحوا رد على التليفون وبعد كده تيجي تلم اللي انت وقعتيه ده. هزت راسها وراحت ترد، وكانت صاحبتها اللي معاها في المدرسة. طمنيني يا هاجر، عملتي ايه في النتيجة؟ انا كويسة يا ندى، وجبت مجموع كويس قوي وهدخل كلية الهندسة. طيب الحمد لله، ألف مبروك يا حبيبتي. الله يبارك فيكي، مبروك ليك انت كمان. تعرفي ان المدرسة والمدرسين كلهم فرحانين لك قوي. ليه؟ هو انا جبت مجموع كويس؟ مجموع كويس ايه بس يا بنتي؟ معقولة انت ما تعرفيش لغاية دلوقتي انت جبت كام؟ ده انت طلعتي الاولى على المدرسة ورتبتي كمان على الجمهورية. معقولة الوزير لسه ما كلمكيش؟ ندى اتصدمت وما كانتش مصدقة. انت متأكدة يا هاجر من الكلام اللي بتقوليه ده؟ يمكن واحدة تانية وتلخبطوا في الاسماء. بنت تانية ازاي؟ انا شايفة اسمك بنفسي، وفي جروب الواتساب بتاع المدرسة عاملين لك تكريم يا ستي، وكلهم فرحانين بيك قوي. الحمد لله يا رب. انا يا هاجر ما كنتش اعرف والله، ما انت عارفة بقى ان التليفون بتاعي قديم وما عنديش واتساب، وكنت قلقانة قوي. بطلي نكد بقى وما تعيطيش، افرحي، ده انت جايبة مجموع حلو. صح، المهم ان انا جبت مجموع كويس واقدر ادخل بيه كلية كويسة. ده انا سمعتي كمان ان ممكن يجيلك منحة. بصي الكلام في التليفون مش هينفع، انا هلبس واجيلك حالا. هاجر قفلت وندى قعدت مكانها. كانت بتعيط من الفرحة ومش مصدقة ان ربنا كرمها بالشكل ده بعد المعاناة اللي كانت عايشاها. قربت منها جدتها ولما شافتها ضحكت بسخرية. تلاقيكي جبت مجموع وحش، انا كنت عارفة ان انت غبية وفاشلة وملكيش في التعليم، فالحة بس تقولي هكمل تعليمي. جبت كام يا فالحة؟ ندى بصت لها بنبرة مهزوزة. انا طلعت من الاوائل على الجمهورية. راوية اتصدمت وافتكرت ان ندى بتكذب. انت يا بنت فاكرانا عبيطة؟ ندى لسه هتتكلم باب الشقة خبط، ولما راوية فتحت لقت قدامها ابنها الكبير. كان اسمه سيد وعمره 55 سنة وبيشتغل سمسار. يا سيد يا ابني، مش عوايدك يعني انك تيجي من الشغل بدري؟ مديرة المدرسة بتاعت ندى كلمتني، قال ايه بتبارك لي علشان طلعت الاولى على الجمهورية. الله، ده الموضوع طلع بجد بقى؟ ايوه بجد، وطالبينها علشان يكرموها. انت يا بنت انت جبت المجموع ده ازاي؟ هو انت كنت بتغشي؟ ندى اتصدمت من كلام عمها. كانت متخيلة ان هم هيفرحوا ويباركوا لها وان يكونوا فخورين بيها. ده عبيطة، هي ده هتعرف تغش ولا تعمل حاجة؟ انا نفسي افهم، انت يا بنت كنت بتذاكر من ورانا؟ ده انت يومك كله ما بين طلبات البيت وبتنزلي تشتغلي في بيت عمك وبيت عمتك. انت يا بنت بتستغفلينا. والله يا تيتا كنت بذاكر وقت بسيط قوي، بس انا بقى كنت بكتب الحاجات اللي بذاكرها اول باول، وليلة الامتحان كنت ببص لها وبفتكر كل حاجة. عايزة تفهمينا ان انت عبقرية؟ عموما الهانم بقى ناوية تعمل ايه؟ ان شاء الله يا عمي هكمل في الجامعة، انا جايبة مجموع كويس قوي.
وصعب ان انا اضيع المجهود ده. انت حرة، تدخلي ما تدخليش، لكن ما تطلبيش مني فلوس، انا مفيش معايا حاجة اديهالك. طب يا عم لو تسمح لي ممكن نقدم على معاش بابا، انا عارفة ان بابا ليه معاش وانت وتيتا مش موافقين ان انا اقدم. راوية اتوترت جدا وبصت لسيد ابنها اللي اتوتر هو كمان. انتي عايزة تفضحينا ولا ايه؟ الناس هتقول ان احنا مش قادرين نصرف عليكي ورايحة تشوفي معاش ابوكي، هو ده برضو جزاء تربيتنا؟ يا عم ما اقصدش، بس ده حقي، وايه المشكلة ندور عليه؟ مفيش الكلام الفارغ ده، لا معاش ولا غيره، جدتك هتبقى تديك اللي تقدر عليه، ابقي زودي لها 100 ولا 200 يا ماما في الشهر. انا همشي، واعملي حسابك الاسبوع اللي جاي تجهز علشان اوديك المدرسة، عشان تتنيلي تتكرمي، مشاويرك ما بقتش تخلص ومسؤوليتك بقت زي الزفت. سيد سابها ومشي، وراوية بصت لها. قومي يا بت، يلا علشان تنضفي المطبخ وتخلصي الاكل بسرعة، 2 ساعة زمن وكل حاجة تبقى مظبوطة. ندى هزت راسها ودخلت المطبخ علشان تشوف اللي وراها. كانت زعلانة جدا، حتى يوم نجاحها محدش اهتم بفرحتها. الله يرحمك يا بابا انت وماما، لو كنتوا عايشين كنت عملتوا لي حفلة كبيرة قوي وجبتوا لي لبس حلو وفرحتوا بيا، يا رب تبقوا فخورين بيا دلوقتي. وبعد شوية هاجر صاحبتها وصلت البيت، وفضلوا قاعدين شوية في أوضتها وكانوا بيفكروا في الكلية اللي هتقدم فيها. لكن كالعادة جدتها دخلت عليها الأوضة وفضلت تتريق. أما في الشقة اللي فوقيهم كانت عزة مرات عمها سيد قاعدة متضايقة ومتعصبة، ست في الأربعينيات من عمرها، بس ما يبانش السن قوي، أصلها كانت بتهتم بنفسها قوي. وكان عندها ولد 25 سنة واسمه محمود، وبنتها اسمها منى وعمرها 20. بقى البت دي تجيب مجموع وتطلع من الأوائل، وأنا ولادي يدخلوا كلية تجارة بالعافية؟ يا ناري، أعمل فيها إيه البت دي؟ دخل عليها سيد جوزها. مالك يا ولية قاعدة عاملة كده ليه؟ متغاظة من بنت أخوك، أمك مشغلاها خدامة ليل ونهار وما كانتش بتاخد دروس، وتجيب المجموع ده ازاي؟ ده البت دي ممكن تبقى دكتورة. ومين قالك إن هسمح لها تدخل الطب؟ آخرها تدخل كلية 4 سنين وتخلص، هخليها تدخل تجارة زي ولادنا. والله تبقى عملت خير، الناس هتاكل وشنا. البنت دي دماغها ازاي كده؟ ده ليلة الامتحان بتاعها أمك كانت عزمانة عندها على الأكل وفضلت تشتغل طول الليل، عملت ده ازاي بس؟ طلع على أبوها حاكم برضه كان ذكي، تقدر تقولي كده كان موس، والناس كانت تقعد تقولي أخوك أشطر منك، وكان مبسوط قوي بنفسه. عندك حق، وأمها الست هانم كانت شايفة نفسها علينا، كانت متكبرة بتعليمها. سيبك منهم دلوقتي، وبعدين ما تكلم ابنك علشان ينزل يشتغل معايا بدل الصرمحة بتاعته ليل ونهار. سيبه في حاله، خليه ينبسط ويعيش له يومين. انزل انت يا اخويا روح شغلك. سيد نزل راح الشغل، وحزة فضلت قاعدة متغاظة. وعدى كذا يوم وجه يوم التكريم، كانت ندى واقفة في الأوضة وفاتحة الدولاب، وكانت زعلانة جدا، ما كانتش لاقي حاجة تلبسها، كل اللبس اللي عندها كان قديم وشكله مش حلو خالص، وما يليقش بيوم زي ده، ولا ينفع تقابل بيه الوزير. قفلت الدولاب وراحت على أوضة جدتها اللي كانت نايمة على السرير. هينطق يا بت، عايزة ايه؟ بصراحة يا تيتا أنا مش عارفة أجيبها لك ازاي، انت عارفة ان أنا عندي حفلة تكريم ولبس كله قديم ووحش، ممكن تديني مبلغ بسيط أشتري بحاجة جديدة؟ وأنا أجيب لك فلوس منين؟ آخرك معايا 200 جنيه اللي بدهم لك مصروف، البجاحة وصلت بيكي ان انت تيجي تطلبي مني تاني. انا اسفة والله يا تيتا، بس غصب عني. بقولك ايه يا بت، ما معاياش فلوس اديها لك، روحي لعمتك فوق او لمرات عمك وشوفوا عندهم لبس وشحاتي منهم. ندى هزت راسها وخرجت بره الأوضة وهي بتعيط وصعبانة عليها نفسها، ما لقيتش قدامها حل غير ان هي تروح على بيت عمها، وطلعت لمرات عمها وفضلت واقفة قدام الباب ومترددة لغاية ما خبطت على الباب. ثواني وفتحت لها عزة. نعم، عايزة ايه؟ بستأذنك يا مرات عمي، لو منى عندها طقم كويس ممكن استلفه منها احضر بيه حفلة التكريم، اصل لبس كله قديم والله. لا، منى ما بتحبش تدي حاجتها لحد، استني لما ادورلك على حاجة تنفعك. ودخلت الشقة ورجعت بعد شوية وفي ايديها كيس اسود. بصي، اللبس ده الشغالة اللي بتجيني كانت هتاخده، بس لما شافته قالت انه مش مناسب، خديه
يمكن تلاقي فيه حاجة تنفعك. ندى كانت مصدومة من كلام مرات عمها، وحاسة لما لقيتها واقفة اديتها الشنطة قدام الباب وراحت قافلة الباب في وشها. ندى أخدت الشنطة ونزلت عند جدتها ودخلت الأوضة، ولما فتحت الشنطة اتفاجئت إن اللبس كله شكله وحش قوي، بس هي بقى كانت شاطرة في التفصيل وبتعرف تخترع حاجات كويسة. فضلت طول الليل تظبط في فستان علشان يبقى مناسب لغاية ما عملت فستان شكله حلو قوي. تاني يوم في بيت تاني في مدينة ريفية كان قاعد راجل طيب ومحترم اسمه اسماعيل. كان راجل كريم جدا وعنده أراضي وبيوت، تقريبا كده كان يمتلك نص البلد، وده كان يبقى خال ندى. كان قاعد وماسك تليفونه وقربت منه مراته اللي اسمها هدى. ايه يا اسماعيل، مالك يا اخويا مبسوط كده؟ ندى بنت اخت ليلى، الله اكبر عليها، جايبه مجموع حلو قوي والوزير هتكرمها كمان. ياه، بسم الله ما شاء الله، ده انا فرحانه لها قوي، والله انا بحبها كانها بنت من بناتي. ومين سمعك؟ بس جدتها الله يسامحها منعاني ان اشوفها، كل ما راح اشوفها تقول لي مش موجوده، واخر مره كانت هتطلب لي الشرطه. لا حول